معانا ثغرة الحصول على الحارس دوناروما من الفتحة المجانية. بس خلينا كده في بداية الفيديو عايز اقول لك نقطة مهمة جدا، لازم تكون مشغل التطبيق اللي بيزود معانا نسبة الحظ اثناء تفتيح الباكجات. وهتلاقي دلوقتي سايبولك تحت في الكومنتات المثبتة، انزل تحت واضغط على الرابط، وبعد كده تحمل طبعا التطبيق دوت. وبعد ما انت بتحمله بتشغله على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني، ديت اكتر السيرفرات اللي بتزود معانا نسبة الحظ. ولازم تكون مشغل التطبيق قبل فتح اللعبة، وبعد كده بتخش اللعبة وتطبق الثغرة ديت. الثغرة دي مهمة جدا، لازم تكون مركز فيها من الأول للنهاية عشان إن شاء الله تنجح مع الكل. ويلا بينا نخش في الثغرة بتاعتنا. أول حاجة هنضغط كده على الحارس دوناروما، وهنقلب هنا في الطاقات بتاعته بالشكل ده، على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما أنا دخلت لازم أرجع بنفس الطريقة، وهنا لازم أكون ضاغط على الكارت بتاع الحارس دوناروما تمام بالشكل ده. وبعد كده هنكرر تاني نفس الخطوة على نفس الحارس بالشكل ده، التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة، وهنا كمان لازم اكون ضاغط على الكارت. نقطة الضغط على الكارت دي نقطة مهمة جدا يا لعيب، لازم تكون عارفها كويس جدا، وما ينفعش تطلع غير لما انت تكون ضاغط على الكارت ديت لمدة تالت مرة على نفس الحارس تمام بالشكل ده. واضغط هنا على الكارت تمام، بعد كده عودة، بعد كده انزل على اللاعب الهايلايت اللي تحته بالظبط، هنخش عليه وبنقلب في الطاقات بتاعته. بتضغط هنا على الكارت بتاعه ونرجعه كده. هننزل هنا تحت عند اخر واحد هايلايت معانا، وبنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل ده. وبعد كده نرجع بنفس الطريقة، وبعد كده اضغط هنا على الكارت بتاع اللاعب دوت بالشكل ده. وبعد كده اجي هنا عند اللاعب اللي جنبه تمام، وهنقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت. وارجع كده واضغط هنا على الكارت بتاع اللاعب، اطلع فوق وادوس كلمة تدوير بالشكل ده، بتنتظر ثانية او اتنين بالظبط، وبعد كده بترجعها تاني مفيش اي مشكلة. اطلع بره الباكج خالص، وبعد كده نضغط مشاهدة الكل. هنخش هنا بقى هنبدأ نقلب في الكروت بتاعة اللعيبة مش في الطاقات تمام. بمعنى اضغط هنا عند الحارس دوناروما، وبعد كده بضغط على الكارت بتاعه فقط بالشكل دوت تمام اهوت. ديت تاني مرة اهوت بالشكل ده، ديت تالت مرة. اللاعب اللي جنبه اول مرة تمام، وبعد كده برضو اللاعب اللي جنبه هنا مرة واحدة تمام بالشكل ده. بعد كده هنزل هنا عند اخر واحد هايلايت معانا، هنقلب هنا في الطاقات بتاعته اهوت على الكارت تمام، وادي ديت تاني مرة. شفت انت الخطوة دي لازم تخش وبتقلب في الكارت فقط، ملكش دعوة بالطاقات بتاعة اللعب. الخطوة دي والتركة دي مهمة جدا، لازم تنفذها داخل الثغرة بالترتيب اللي انا عملته على اللعيبة ديت تمام. وبس كده يا لعيب، اتمنى لو انت استفدت من الثغرة بتاعت النهاردة ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك. كان معاكم من قناة يوسف فوزي، وبس كده، سلام يا لعيب.